السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوا معايا كده القصة الجميلة الحقيقية دي، لأن كلها عبر وهنستفيد منها أنا قبليكم إن شاء الله. بيقول لك إيه؟ إن هو كان بيصلي في المسجد وطالع من المسجد داس على طوبة، وقع رجله انكسرت. ذهبت للمستشفى، وبعد عمل الأشعة تم تشخيص الحالة على أنها كسر في قاعدة المشط الخامس. تم تكبيس القدم والساق حتى الركبة. أخبرني الطبيب أن الجبس سيستمر من شهر لشهر ونص أو شهرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا الذي تقول؟ مستحيل، إنها مجرد طوبة صغيرة جاءت تحت قدمي، فلم تصدمني سيارة ولم أسقط من مكان مرتفع. مساء نفس اليوم وبعد العودة إلى البيت بدأت تتكشف لي حقائق تتتابع دروس وعبر ما كنت ألحظها ولا ألقي لها اهتماما كثيرا. بدأت تتكشف لي أمور. بدأت أكتشف أهمية قدمي للمرة الأولى في حياتي، وعظيم ما تقدمه لي من خدمات، وما تقوم به لي من أدوار لم أشعر بها من قبل. صار دخول الحمام مهمة تحتاج إلى تخطيط وتنسيق وترتيب وتركيز شديد جدا. الوضوء والصلاة وقضاء الحاجة صارت مهام تحتاج إلى ترتيبات خيالية وصعوبات بالغة. فجر اليوم الأول بعد الحادث ذهبت للحمام، وبعد ما توضأت سقطت سقطة في الحمام لا أعرف إلى الآن كيف نجوت منها، ولله الحمد، فهي سقطة كانت للموت أو الشلل. صرت لا أستطيع المكوث بمفردي في البيت، فلا بد من وجود من يقوم على خدمتي ورعايتي، ولم يعد بإمكاني أجلس لوحدي وبمفردي. يجب أن يكون فرد من أفراد الأسرة بجواري لاتخاذ قرارات. صار الحمام بعيدا شاقا، صار المطبخ في قارة أخرى. لأول مرة أستوعب مشاعر من أقعده المرض ومشاعر كبار السن، وأتخيل من يعيش وحده وتتوقف حياته حتى يأتي من يخدمه ويساعده ويرعاه. لم أكن أتخيل أبدا أهمية وخطورة قدمي أبدا لهذا الحد، فمجرد تعطل قدمي تعطلت حياتي كلها، تبدلت تماما. في أحد الأيام كنت وحدي في البيت لوقت قصير، فذهبت على مشاية كبار السن على قدم واحدة إلى المطبخ. صنعت لنفسي كوبا من الشاي، ثم اكتشفت مفاجأة لم تخطر ببالي: كيف سأعود بكوب الشاي لكي أشربه أمام التلفاز، حيث اكتشفت أن العودة سيرا على قدماي بكوب الشاي في يدي نعمة عظيمة لم أنتبه إليها من قبل. طوبة صغيرة تحت قدمي بدلت برنامج حياتي كله. يا سبحان الله. خرجت من بيتي في الصباح ماشيا، وعدت في المساء محمولا على أكتاف أصحابي. في يوم 2 إبريل شعرت بألم رهيب في سمانة ساقي التي بها الكسر،
فأسرعت إلى المستشفى. وبعد فك الجبس وعمل الفحص والسنوار تم تشخيص الحالة بأنها جلطة في الأوردة العميقة، وهي تحصل في حالات الجبس أحيانا نتيجة عدم الحركة. كان يتم حقني بحقنة في البطن. لم يمر علي في حياتي شيء بهذا الرعب. كنت أفكر في الحقنة التالية، والحقنة الحالية لم تخرج من جلدي بعد. تم حجزي بالمستشفى، ونتيجة لنوبة سعال أصابتني فقد حصل الشك في أن الجلطة وصلت للرئة، فتم نقل العناية المركزة. بدأ شريط حياتي يمر أيام عيني، وكان أكثر معنى مسيطر على خاطري هي النعم الكثيرة التي كنت أرفل فيها لما كنت في حياة عادية، والندم على التفريط في كثير من الوقت الذي يضيع. لا أقول أنه في معصية، ولكن بدون فائدة أخروية تنفعني يوم القيامة. بجانبي في غرفة الرعاية كان هناك وجوه يكسو ملامحها شبح النهاية، ولا يفصلهم عن إسدال ستار حياتهم إلا فصل الأجهزة عنهم. حكايات تنتظر الخاتمة في أي لحظة. على كل سرير حكاية، كلها تفاصيل ودروس وأحلام ونجاح وفشل وخيبات أمل. يا ليتني أستطيع كتابتها والتعبير عنها في هذه السطور، ولكن العاقل يدرك ذلك بقلبه. في المستشفى الناس أنواع، مرضى وموظفون، والمرضى أنواع، الميؤوس من شفائهم ومن لا يخشى عليهم، وأصحاب الأعراف بين الخوف والرجاء. والموظفون أنواع، طبيب له وضعه ومركزه بشهادة الطب بكل وجهته، وممرضون يقومون بالعمل كل تقريبا في عمله. عاملات النظافة تحكي نظراتهم ومشيتهم خيبة أمل في هذه الحياة. في المستشفى يجتمع مريض توقفت حياته كلها وصار كل همه أن يخرج لبيته، وموظف يعد مرض الناس بالنسبة له عمل روتيني، فتنتهي نوبته ويخرج لبيته بكل هدوء، تاركا وراءه مريضا يحلم بأن يخرج لحياته كهذا الموظف. قضيت ليلتي في الرعاية تحت هجوم كاسح من وخز الإبر، فتعاطفت مع من يعيشون حياتهم بالإبر والأدوية والمسكنات طوال السنين والأعمار. حقا إنهم مساكين، ولكن لهم الأجر العظيم على صبرهم. تم عمل أشعة بالصبغة على الصدر على أن تعرف نتائجها في الصباح. في الصباح كانت حياتي كلها متوقفة على كلمة الطبيب الذي راجع الأشعة. دخل علي حامل الأشعة وأنا في انتظار كلمة فارقة: الأشعة سليمة والحمد لله. قالها الطبيب بكل بساطة، فانتهت في عقلي سيناريوهات مرعبة محزنة مؤلمة. كانت المعضلة هي أن القدم ما زالت مكسورة، لكن الجبس ممنوع بسبب جلطة الساق، وأن علاج الجلطة مقدم على علاج الكسر، مما يعني أن العودة للمشي عليها سيحتاج لوقت أطول من الطبيعي. يا الله يا الله، اللهم اشفني وعافني وجميع مرضى المسلمين. تورمت قدماي وتغير لونها بسبب عدم وجود الجبس، وبسبب الاعتماد على قدم واحدة أصبح هناك ألم رهيب في مفصل الحوض في القدم السليمة وفي ركبة الساق السليمة. أصبحت يدي تؤلمني من ثقل الاعتماد عليهما، وزاد وزني. قرأت كثيرا عن ضعف الإنسان وزلته وهزيمته أمام بعض الأحداث، ولكن لم أعاين هذا الضعف كاليوم. إصابة بسيطة يترتب عليها سلسلة تداعيات لا تنتهي. الحياة العادية هذه التي تنعم فيه هي نعمة عظيمة قوية وكبيرة يا جماعة. فاعتياد النعمة يخليك والله تنسى أنها نعمة. نعمة نعمة إذا تعرفوا عمق ومعنى هذه الكلمة. انتبه يا مسلم، ألا تفكر في قيمة النعم؟
إلا لما تفقدها لإيلاف قريش، يعني بيألفوا النعمة ويعتادوها فيفقدوا شعورهم بأنها نعمة وفضل كبير من الله، ولا يعرف قدرها إلا من فقدها وعاش ضدها. السجن اللي أقعدني عن الحركة والمرض الشديد اللي ذقته عرفوني معنى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا أن الإنسان لظلوم كفار. اليوم يمر علي 35 يوما في لم تلمس جبهتي الأرض، فأنا أتوضأ وأصلي في الفراش مستلقيا، لأني ممنوع حتى من الجلوس العادي اللي نحسبه عادي. أكاد أحن من شوقي لصلاة أسجد فيها لله على الأرض، وأقف وأركع وأجلس كما كنت من قبل بشكل طبيعي عادي. يا من لا تصلي أو كسول من صلاتك، تذكر يوما تضعف فيه بمرض أو حادث أو كسر، حين تتذكر نعم الله عليك الكثيرة، ولكن قد يكون بعد فوات الأوان. إذن فالفرصة الآن متاحة لك بالتوبة والاستقامة والمحافظة. رأس مالك الصلاة. منتظر تعليقاتكم.